باين عليك صح. عمل كده وعمل كده، عمل كده مع نادين. برنامج بيت السعد. والله هتكلم لحد التصوير. انت بتعمل ايه يا استاذ؟ هم زودوها. انا والله ما مستحمل، انا قاعد كل ده على اعصابي. ادوني في 10 ثواني. مين فينوم؟ فينوم ده ده اللي كان بيطلع في سبايدر مان بيعمل بلسانه كده صح؟ عارفه. منهم مليار كامل عندهم mental health issues. ADHD بيوصل من 30 للزيرو، بعدين من الزيرو لل40. يفرد جناحاته بعيد عن ابوه لان هو عنده عقده من هو صغير من ابوه. لو انت شفت حد بيغرق يعني انقذه، اكيد لازم تنقذه يعني. أوكي. تدعي ربنا انه ينقذه، لكن نفسيا تدعي ربنا انه ينقذه ما تروحش جنبه من بعيد كانه عنده كورونا او جدري القرود، تدعي له والنبي يا رب انقذه، مالكش دعوه بيه. استاذ محمود بالزاويه ما في وقت لك تقبرني. اتفضل اخي الكريم. بلشنا. Ladies and gentlemen, welcome back. Yes sir. حمودي. استاذ محمود بالزاوي، ازيك عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام. بقى الاغنيه دي علقت في مخي. احمد سانتا نزل البوم جديد على فكره. نزل البوم جديد مسميه ايه؟ فلتة. والله احمد سانتا وفانتا. فلتة. ايه اجمد اغنيه فيه بقى عشان الناس؟ الاغنيه اللي مع ليجيسي. اللي ايه؟ ليجيسي. ولا اعرف. انا بالنسبه لي كل دول ادويه كحه، ولا اعرف مين ولا واحد في دول. لا بس عندهم هيتات حلوه، لا هيتات جامده. هي مع استاذ محمود بالزاوي دي ابو يوسف. مع ابي يوسف. ابي يوسف ده من جيلي فانا قشطه يعني فاهم. بس الباقيين كلهم كل ما الدنيا يقول شيء. اوكي محمود، النهارده يا جماعه حلقه سبيشال. ليه؟ لان عندنا فرايتي اوف سبجكتس لم تطرح في اي شو من قبل. فانا محضر محمود النهارده للحلقه دي، محضره تحضير نفسي، وبعت له واجب عشان يتفرج عليه، لان احنا نفتتح الحلقه النهارده ونتكلم على برنامج بيت السعد. بجد والله بجد انا اما اتفرجت تايم اوت. تايم اوت الناس ما تعرفش ندي الناس كونتكست. انا هدي للناس كونتكست. اتفضل محمود. سمحت تركن انت على جنب. الميكروفون معاك. تركن على جنب عشان انا محروق دمي بقالي 4 ساعات ماسك قاعد كده، اللي هو قاعد اقسم بالله حالف ان هو والله ما هتكلم لحد التصوير. هنحط لكم لينك الحلقه تحت. اوكي، هي حلقه بيت السعد مع نادين نجيم. اتفضل. نجيم صح اسمها نادين نجيم. بيت السعد اديهم كونتكست. اوكي ده برنامج في احمد سعد وعمرو سعد. مين احمد سعد؟ يا ليالي القمر في بضاني. بجد انا على اخري. واخوه عمرو سعد بتاع دكان شحاته. عارف عمرو؟ انا عارف دكان شحاته الاجهر ومش عارف ايه، ومعهم نادين نجيم غني عن التعريف. اوكي، هو البرنامج ده من اكتر من حلقه بيستضيفوا نجم عندهم في البيت، بيطلعوا كتير النجم. يعني النجم بيبقى عايز يخرج يبطل تمثيل. اتفضل اسمح لي بس وانت قاعد كده. هم عملوا ايه مع نادين نجيم؟ مش باينه في الكاميرا. باين عليك صح. عمل كده وعمل كده، عمل كده مع نادين. انت متخيل؟ اقعد. لا انا اتحرق دمي. يعني ايه تعمل كده مع وقام راح باس ايديها وبتاع؟ لا انت ما شفتش الحلقه بتاعت منى شلبي بتقول له انا عامله بتقول عمرو سعد. اوكي، بتقول له انا عامله فيلم اوكي وهطلع فيه بدور رقاصه. فراح احمد سعد قال لها طب ما تقومي ترقصي كده تورينا تمثلي الدور ازاي. جدع والله. الحلقه دي في اكتر من حاجه استوقفتني فيها. انا مش عارف الناس اللي بتتفرج على الحلقه دي بتجيب يعني دلوقتي المخرج والمنتج والاديتور how do they do their job with a straight face. لا ما فيهاش ستريت فيس. انا بعد ما نادين نجيم قالوا لها غني وغنت حاجه شبه كارمن فريد. اللي ما يعرفش كارمن فريد لو سمحت سيبني بقى اتكلم عشان انا سكت لك من الصبح الصراحه بعد الواجب اللي انت لبستني فيه ده. اللي ما يعرفش كارمن فريد فهي بتغني انتوا كلكم على ده على الكوتشي. وبرضه غنت الرائعه التانية اللي هو احط ايدي فين على كتفك على قلب. كارمن فريد مهما وصلتوا بليفل البشاعه بتاع سبوتيفاي بتاعكم مش هيجيب كارمن فريد. نادين نجيم نزلت تحتها. انتوا فاهمين صوتها قد ايه بشع. قعدت تغني مع احمد سعد اللي هي اغنيه كل الناس اللي في الليفانت يعرفوها.
مشكلة احمد سعد بقى طلعت معاه هو قمرين قعدت تقول قمرين، وانا كنت فاكرها بقى تغني لعمرو دياب قمرين دول ولعني. لا الاغنيه دي على فكره هي غنتها مشهوره قوي، دي فولكلور شامي يعني. هو في الكلور ده في الكلور منه. انا والله ما مستحمل، انا قاعد كل ده على اعصابي، قاعد محروق دمي ان انا اشوف واحده. على الاقل انت اتفرجت عليه على دبل سبيد على يوتيوب. انا مراتي فرجتني على الحلقه كامله. انا باعت لك فيديو مده ربع ساعه، انت ما اتفرجتش عليهم هم قاعدين على السفره بياكلوا لا كانوا بياكلوا بياكلوا ارانب بالملوخيه، وهي قالت له لا انا ما بدي الارانب لك، انا آه. عندي ارانب، وهو يقول لها لا بس انا مش انا اللي ذبحته، ده اخويا اللي ذبحه. وبعدين شفته احمد سعد بيغير على نادين نجيم من اخوه وشفت الموضوع ده، وشفت برضو اللي هو لما قال لها مش انا اللي قتلته والله مش انا اللي ذبحته، لا احنا كلنا قتالين، انا قتلت فراخ. انا حاسس ان نادين نجيم في الحلقه دي كانها دخلت ميكروباص مش دخلت على كميه التعرض كميه العشوائيه. قام رايح احمد، والله احمد سعد كان المفروض ينهي الحلقه بكام قلب اخوك من جوه. احمد سعد كان المفروض ينهيها كده يعني. انا استحملت، انا شفت، انا عاصرت احمد سعد في فيلم الشبح، هو انا جوايا ولا مش لاقي الاثنين في بعض، ده سيكشوال ريفرنس جدا. عاشرته لما قعد لما شال الطحال لسمية الخشاب. بقول لك على ذكر شال الطحال لسمية، كمل فكرني بيها بعد ما تخلص. ايوه عاشرته قاعد يقول واحد ميكانيكي طلع على القهوه طلب فيشه تفاح. والنكت دي يعني كان في فتره كده احمد سعد بيطلع يقول نكت على اي تي بالعربي. كان بيطلع يقول صيدلي بنى عماره عشان يسكن الالم. وهو نكت صح النكت ضحكتني بس ستيل انا محروق دمي بتاع ده. بقى نرجع لموضوع الطحال عشان انا شايل ياما موضوع الطحال. فهو بيسألها عمرو سعد بيسألها ايه المميزات اللي انت بتلاقيها في الراجل، فراح نادين نجيم قالت له انه يكون صادق، ما يبقاش كاذب، ما يبقاش خاين. فراح عمرو سعد قال ما عندناش ولا حاجه من الحاجات دي، دوري بره. مشكله في حاجه ان احمد سعد قال لها لا انا صادق وما بخونش وما اكذبش. احمد سعد متجوز 5 مرات، اوكي، منهم مراته الاولى خاينها مع هير بيست فريند، يعني قمه. الانسان ده انا مش عارف ازاي نوت جيت كانسلد، فاهم؟ وطلع قال التاتو مش حرام لا ضايع هو هي جود دروبت اون هيز هيد از ا تشايلد، يعني هو اكيد في منتال تروما او برين تروما تؤدي للحاجات اللي هو بيعملها. مش تروما حضرتك، استسمحني، دي ترومبا. دي منتال ترومبا بالنسبه له، يعني الناس دي ما ينفعش نقول عليهم تروما وتروما، ده ترومباتايزد. انا بتفرجت على الحلقه والله العظيم رفعت معنوياتي، لانه شفت كميه الثقه في النفس اللي عند احمد سعد، وقلت اذا احمد سعد اوكي ما عندوش سنس اوف هيومر، يعني هو لو في انسان اتولد بدون جين سنس اوف هيومر فهو احمد سعد، اوكي بدون الجين ده احمد سعد شايف نفسه دمه خفيف. شوف الثقه في النفس. انا كنت مستبدل نفسي بضان يا اخي لحد ما اتفرجت على الحلقه دي قلت لا في افضل مني، فاهم؟ بصيت كده قلت لا الاخوين سعد افضل مني، وانا كنت فاكر ان احمد سعد كرنج. لا اخوه يعني لو هنا الكرنج اوكي، اخوه هناك عمرو سعد هناك. خلينا هو اجيب الضفه عشان كله توبكس لا ادينا فيها بعض، بس فاهم قصدي؟ انا انت ما قلت لي في حاجه اسمها بيت السعد كده بتاع عمرو سعد واحمد سعد، انا قلت انت اكيد بتهزر ولا ايه عشان ماشيه قافيه معاك، فانت ايه قلت تشتغل عيل مغفل ولا حاجه. الحلقه دي وبتتعرض على MBC، فده يدل على ده، ان ده اللي يدل على حاجه من الاثنين يعني. ان الحلقه شحه عند MBC. لا ده انت ما شفتش بقى، اديك الجديد منه. عارف برنامج ليب سينك باتل اللي كان على MTV زمان، MTV US، اللي هم بيغنوا بيحاولوا ليب سينك الاغاني، معمول على MBC. مين المذيع مين المذيع اديني مين الهوست؟ حسن الرداد اللي هو حسن الرداد بتاعنا. هو الهوست بتاع ليب سينك باتل. بص مش واقف يعني، هو تحس ان عنده ارتجاج في المخ، مش عارف. حسن الرداد بتاعنا هو الهوست بتاع ليب سينك باتل على MBC. ليه؟ لا يعني انا المجنني في حاجه انه بيت السعد فيه كميه افرت في الانتاج غير طبيعيه. انا شفت الفيلا وشفت البتاع، قلت انا اكيد داخل على المخرج. مين؟ محمد سامي اللي هو بتاع سنعود لكم في الحلقه الجايه. عارف انت الكت ده اللي هو هنشغل التتر دلوقتي. محمد سامي
محمد سامي اللي هو بتاع الممثله برضو اللي هو ايوه متجوز. اللي بيجيب بيجيب مراته كل حاجه. نسيت اسمها والله. مي عمر. مي عمر والله. حبيبي بص اي جثه تعالى حبيب اخوك قلب اخوك من قلب جوه. اخوك من جوه. مي عمر صح يعني الحمد لله. بس محمد سامي مخرج متمكن، انا حاسس ان الاثنين دول هيقضوا على ما تبقى من مستقبله الفني. يعني هو ما فاضلش حد مش معاديه في السوق، فهو بس فاضل الناس بتتفرج على احمد سعد وعمرو سعد. يعني عارف انت الناس قطعته في التمثيل فقال لك لا انا قطعه كمان في الغنى. بس بالله عليك ايه رايك في المشهد اللي عمرو سعد عمله مع نادين نجيم؟ ولا انت بتحبيني؟ انا عارفه مشهد اصابني بالقشعريره. عارف انت احساس انك انا حسيت نفس الناس. عارف وتكون واقف حيطه في الكوره ايام المدرسه وفي فاول وبتشوط وانت واقف في الحيطه وواد اشول اوكي صباعه الكبير قد قلم الفولماستر يشوط الكوره فينجر وما تجيش في اي حته غير عندك تحت الحزام. عارف الاحساس ده؟ مش الاحساس العادي بتاع البوكس. لا كوره كفر متشاطه وفجاه كده يقوم جاي لك صداع في ودنك بسبب من قوه الضربه. تحس ان ركبتك اتنت لوحدها. ده الاحساس اللي جالي لما شفت عمرو سعد ونادين نجيب في المشهد ده. انا بص انا هي لما قالت ارنوبي انت مش عارف مين ارنوبي وكده، انا ما كانش عندي مشكله ان انا اكون ارنوبها وكده. لا سيبه هي شي كان دو نو رونج الصراحه بس لحد ما تتكلم للامانه لحد ما فتح بقها واتكلمت يعني عاديه فاهم اللي هو هم زودوها وخطيبك لا انت خطيبك عامل ايه؟ قالت له منيح وسابته ومشيت. انت مال اهلك انت لا لا كتير قال لها لازم تمر معاه بمواقف وكده. قالت له ما في موقف ما مر علينا يعني فده انه يصوروا في موقف ميكروباص يعني. عمرو سعد لما قال لها ملامحك مصريه اكيد لو انت عملتي كشف الجينات هيطلع 90% دمك فرعوني. دمك ايه لما دمك مصري فرعوني. بس بيحاول يشبط باي طريقه. عارف لما تغلب مع واحده والضحكه السمجه بتاعته دي. لا هو مش اسنانه بيضه فشخ احمد سعد اوكي واخوه برضه. وقال له انت مش لابس حاجه من فوق ومن تحت وكده، وقال له البس بوكسر ولا ايه في اول الحلقه لان كان لابس بليزر على اللحم. والله عمرو سعد كان لابس بليزر على اللحم. لا والله كان لابس ما كانش لابس حاجه تحته كان باين لابس السلسله دي. لا انا مهما اتكلمت لازم احنا هنحط لكم اللينك في الديسكربشن لازم تتفرجوا. انا هسالك سؤال قبل ما نقفل الموضوع ده ونخش على الموضوع اللي بعده. انا عايز اسالك سؤال. قول لي موضوع الطحال ما انا قلت لك قلت لك ان هو خاين مراته الاولانيه مع هير بيست فريند وهي مراته الاولانيه تبقى ما كانتش ممثله بس كانت صاحبتها اللي هي ممثله برضو مغموره عمل معاها فيلم خان مراته الاولانيه معاها. تعرف ان هو طلع قال حاجه غريبه جدا احمد سعد. قال ان هو مره اعجب بواحده من الكليبات يعني من المودلز بتوع الكليبات بتوعه فسأل عليها وعرف اصلها وفصلها طلعت ترانسجندر. هو كان معجب بترانسجندر بجد. احمد سعد والله كان معجب بترانسجندر والله مش كلام احمد سعد مش هيطلع انسان هيطلع روبوت ترانسفورمر فاهم يعني انا ده لا الروبوت محتاج يعني اكيد في حد حط دماغ هنا الروبوت عنده مشاعر ده ما بيحسش ده تشات جي بي تي لو على هيئه انسان. وقول لي نكته دكتور بنادول اكسترا. اوكي السؤال اللي هنقفل بيه الفقره دي عشان بيت السعد خد مننا شويه وقت. لو انت عندك برنامج زي بيت السعد تستضيف مين؟ انا لو عندي انا لو وصلت لمرحله بثقتي في النفس او يعني مرحله نجوميه احمد سعد او عمرو سعد. لا انا كده بحتقر نفسي لو انا عملت نفس اللي انا اطلع بشتمهم كده وبعدين اعمل زيهم. ما هو اكيد يا باشا احنا اكيد هتوصل المرحله دي ما تقلقش. قلب اخوك من جوه. هستضيف مين؟ العظيم لو لسه عايش مارتن سكورسيزي. ادينا واحده جايبين لك نادين نجيم تجيب واحد جثه هامده مارتن سكورسيزي. للامانه انت فقري يلا. لا استاذ محمود بالزاوي انت فقري. لا انا لو هستضيف واحده نجمه الصول والعفاف مايا خليفه. اشمعنى مايا خليفه الوحيده اللي حاسه بينا من جوه. تسالها عن انتاجاتها الفنيه وكده انتاجاتها الفنيه ولا تعمل معاها مشهد ولا ما انا اقول لها انت ده تمثلي في نعمل مشهد اثاره. هو مستر محمود بالزاوي what are you doing؟ لا تقولي what are you doing كده وهي لبنانيه
يعني لا ما بتتكلمش لبناني يعني، هي ممكن تكون من بس هي ما بتتكلمش عربي خالص. ما خليفه ما خلينا ما بتتكلمش عربي. ما ده اللي انا عايز اعرفه بقى في البرنامج بتاعي. هتجيبها في البرنامج بتاعك. لا بعيدا عن الهزار، لو هستضيف طبعا اسماء جلال. اكيد لازم استضيف اسماء جلال. داوم عندها على الانستجرام اقسم بالله. انستجرام بيطلع له alert your behavior is consistent with a robot please اطلع بره الاكونت. اطلع بره الاكونت وارجع تاني. هادي غالب. تستضيف هادي غالب. استضيف هادي غالب. يعني لو وصلت لمرحله ان انا اقدر استضيف، اقول لهم انا عايز هادي غالب، فهم يكلموا لي هادي غالب. انا نفسي اخد الثقه في النفس بتاعت هادي غالب واحمد سعد وعمرو سعد واخلطها في الخلاط واشربها كل يوم الصبح. اتليست هادي غالب has more substance من احمد سعد. لا احمد سعد احمد سعد ما يعني ميح. عارف البلوند جيرلز اللي كنا بنسمع عنهم زمان وبنشوفهم في الافلام الامريكيه. ايه ده بجد؟ الله انت عملت ازاي؟ الله ضايع. انا عندي سؤال ليك. انت ان شاء الله لما توصل لمرحله ان انت تقدر تستضيف اي حد اي حد وانت عندك واحد بس يعني فاهم، ما تهزرش معايا فاهم، انت مش هتصاحبني يعني. مش ههزر اقول صراحه. صراحه هتستضيف مين؟ واحد او واحده؟ جينيفر لوبيز. بن افلك لسه لا جينيفر لوبيز هستضيفها. ممكن اعمل معاها اكتر ما احمد سعد عمل. لا بيت السعد ده كان بيت التعب، بيت الرعب. اوكي ليتس موف اون. خد منا وقت كبير. اوكي النكست توبيك بتاعتك عندك ايه؟ النكست توبيك بتاعتي انا حابب اتكلم دلوقتي، ده سيجمنت سيريس شويه بعيدا عن اديناكوا الديزرت، دلوقتي جه وقت الفيجيتابلز. جه وقت الفيجيتابلز. زي اي طفل لازم تاكل الاثنين. فاحنا انا فرحان جدا بتقدم العالم العربي في ناحيه المنتال هيلث اويرنس. اوه محمود، دي حاجه بجد يعني. احنا ممكن نقعد نتكلم نهزر وكده، بس واقعيا انت بتعمل ايه يا استاذ؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ بتجوز الميكروفون. عارف اللي هي بتاعت كمل. واقعيا احنا كان عندنا امراض كتير مش عارفين ايه هي، ودلوقتي بدأنا نعرف ايه هي. اي نعم حتى لو في ناس متشخصه على التيك توك او ناس بتشخص ايه ده اللي هو الشخصيه النرجسيه، هي الشخصيه اللي مع الحمصيه والفوليه والسمسميه مع احمد السعديه. لكن لا احنا وصلنا كعرب ان احنا خلاص بدأنا نتقبل ان في ان الاستجماتيزم اللي حوالين اللي هو لا في شيم. استجما مش استجماتيزم دي فين؟ استجما في شخصيتك يعني موضوع تاني. الاستجما او الهاله اللي كانت بتيجي مع ان هو ايه ده مريض نفسي. تقعد جننا. الحوارات دي اتغيرت واتبدلت دلوقتي. مش هيقولوا عليك مجنون، هيقولوا عليك مريض نفسي بمعنى اصح. ما اعرفش دلوقتي هنا لازم اسالك على وقتك او مثلا غير وقتي يعني مثلا وقتي دلوقتي موضوع مش ايزلي اكسسبل، بس يعني اكسسبل اللي هو لو حد عايز يتعالج هيتعالج يا اونلاين يا مثلا في العياده او كده. لكن انا عارف انه يعني مثلا تجارب عيلتي او تجارب الناس اللي اكبر مني كلهم كانوا بيقولوا لي ان قد ايه الوضع كان اصعب بالنسبه لهم. لانه النصيحه دايما اللي كانت بتيجي لاي حد اللي هو لو انت مثلا كل بروتين قوم صلي، كل صدر فرخه. انت بتاكلش ليه؟ اشرب ميه، نام. طب انا خايف من مستقبلي، لو يعني ما انا نمت احلم بمستقبلي العسر فاهم يعني اللي هو اصلي ركعتين. بصلي مش ما بصليش بس ستيل مش بيروح حاسس ان انا بضين مش بيروح. في الاحاسيس دي احنا بدأنا نفهم ان لا في حاجه اسمها اكتئاب بجد، وحاجات ساعدت على كده اللي هو مثلا البودكاستات التانية الناس اللي طلعت اتكلمت وقالت ان انا مريت بفترة اكتئاب مثلا بعد الطلاق مثلا بعد حاجات زي كده. فالحاجات دي بجد بتخليني فخور انه لا لسه في امل لينا كشباب ولينا ان احنا عايزين نروح حتة لقدام وبنوصل يعني. واول حاجة نعرف ان احنا عندنا مشاكل اولها المسجونية. استاذ محمود allow me to say what a monologue my boy, what a monologue my boy. اوكي هديك احصائيه اوكي عشان تعرف بس قد ايه حجم مشكله mental health في العالم فيه 7.5 مليار 8 الا منهم مليار كامل عندهم mental health issues. ده اللي معترف بيه ده الناس يعني لما يبعتوا مثلا ده ارقام WHO. فتخيل انت كميه الناس اللي WHO مش واصله لهم. اوكي احنا في الوطن العربي كلنا مرضى. احنا 300 مليون ممكن نحط فوق المليار نبقى مليار 300. كلنا عندنا مشاكل نفسيه. يعني answering your question على وقتي انا
ما كانش في حاجه اسمها مكتئب، ما كانش في حاجه اسمها ADHD. انا والله العظيم قبل ما اجي النهارده اوكي كان محمود بيقول لي انا عايز اتكلم في الموضوع ده، كنت اخش بحبش شويه. انا لحد قبل ساعتين من البودكاست كنت فاكر ADHD ده فيك، حجه البلداء. طلع حقيقي، ويمكن عندي طلع دي 4K بقى مش HD. طلع حقيقي وطلع يمكن عندي معرفش. بس رقم واحد احنا يعني مش متهندسين جينيا ان احنا نكون موجودين في العالم ده. عالم انت كل شويه بتشوفه وبتقدر تقارن مع ناس تانية، تشوف اللي اتجوز وخلف، تشوف اللي بقى عنده عربيه وانت ما عندكش، تشوف طبعا انت عندك حشاك يعني. انا بتكلم انه انا فاهم ايه على حد تاني نظريه المقارنه او نظريه تقعد تقارن. بطل موضوع انه برايفت وكل واحد في بيته. وبعدين كان زمان فكره ان انت خلاص كل ما دام انت حياتك متظبطه لحد مثلا شهر شهرين قدام، انت مش عايز حاجه اكتر من كده من الدنيا. دلوقتي اما كنتش انت عندك فيلا وشقه وعربيتين تحس ان انت فقير. شغل اللي هو الناس بتوع التنميه الذاتيه، انت اللي هو ازاي دلوقتي ما قمتش عملت $2000 وانت نايم مثلا. بالظبط. الكلام ده برضو بيحط من بيحطنا في تحت ضغط احنا مش محتاجينه. اللي هو كل اللي انت قلته ده فاليد جدا، كل اللي انت قلته اتفق معاك فيه، لكن الكلام اللي بيجي لنا من بره اللي هو انا مش مطالب ان انا احقق حاجه بتاعت حد غيري. انا مش مطالب يعني مثلا كميه الناس اللي انا اعرفهم اصغر مني واتجوزوا او اتخطبوا مش طبيعيه. اللي هو يعني موضوع مخيف مش عشان القطر هيفوتني وكده. الموضوع مخيف ان هو انا ما فرقتش حاجه عنك ولسه شايف ان انا لسه بدري عليا قوي ان انا اوصل لمرحله زي دي. فما شاء الله عليك طبعا. انا هقطعك في الحته دي. اولا حته الجواز، الناس بتتفرج علينا اللي هي الاندر 30 مستعجل لازم اخلف عمري مش عارف ايه. حبيبي ممكن تتجوز بكره تطلع ما تعرفش تخلف. very possible. دلوقتي ديجري ان الناس عندها صعوبه في الانجاب كبيره جدا، فما تستعجلش. اوكي رقم واحد. رقم اتنين، هل تعلم انه مخك بيكمبليتلي جت ديفلوبد على 25 وفي ستاديز بتقول ان هو على 30، انه اب انتل ما بين 25 و 30 انت مخك مش فولي ديفلوبد. الفرونتال لوب بالظبط. الفرونتال لوب ده اللي هو مركز اتخاذ القرار. يعني انت لا تجيد اتخاذ القرار لحد ما توصل على الاقل 25 سنه على الاقل. يعني في ستاديز بتقول لك لحد 29 انت متصور انه مراكز. وعشان كده هو يعني في سن الواحد بيبقى في عزه في عنفوانه، ما هوش ال20 ما هوش 30، هو ال40. ده العمر انت لما توصله بتجمع ما بين الخبره والذكاء الحياتي which is the most important level of intelligence، وتبقى لسه بصحتك. من 40 ل 50 ده عقدك الذهبي. دي الفتره اللي انت خلاص بقى اللي انت لو انت بتسمعنا وبعد ال50 ما تقلقش، لان انت من 50 ل 60 هو عقدك الماسي. 60 ل 70 اقعد في البيت. اوكي اتفرج ليه يا حاج، هنقوم صلي لك ركعتين ولا حاجه. لا موضوع الفرونتال لوب ده موضوع يخوف. انا لما قريت المعلومه زي دي قلت يا ساتر يا رب. تخيل قرارات الغلط اللي انت اتخذتها قبل كده. طبعا ده مش معناه انك ما تتخذش قرارات، هو اكيد اتخذ قرارات وربنا يوفقك في حياتك وربنا يوفقك في اللي جاي. بس حاجه زي مسؤوليه زي الجواز مثلا، بقول زي الجواز كبيره. انت المفروض تقعد يعني هم العلماء قسموا الحياه ازاي. اول 25 سنه لحد ما تلاقي ديجري، وبعدين الخمس 6 سنين الجايين او لحد ما توصل 35 10 سنين الجايين تبيلد فاينانسز او تفايند فاميلي. فلا في الحسبه يعني اي نعم باين عليها يعني ديسكليمر للي ما يعرفش. انا اوفندد بكلام صديقي محمد بدر. مش اوفندد الصراحه، انا اي تيك ات وذ لايت هارت، لكن انا حاله ان انا عندي ADHD. ولو هتكلم في الموضوع ده فالموضوع يعني في ناس بتقول اتس ا بليسنج، في ناس بتقول اتس ا كيرس، بس انت ما تعرفش معاناه الشخص ده غير لما تعيش مكانه. واحصائيه ان في 300 مليون ممكن يتزادوا عن المليار ان هم عندهم مشاكل نفسيه، دي احصائيه انا شايف ان بس 300. شايف بس الرقم ده. يعني بقول لك احنا كلنا في الوطن العربي ضايعين، فهم لو فكروا ان هم يزيدوا المليار هنبقى مليار و300 عادي جدا عادي بكره الصبح. اوكي انا هسالك سؤال بقى، عشان انا ما اعرفش حياه اللي عنده ADHD دي عامله ازاي، فعايزك تقول لي يعني ايه المشاكل اللي عندك. المشاكل اللي عندي يعني ممكن ناس كتير تريليت معاها، لان ناس كتير لما بيتجالهم البتاع ده اللي هو ويت الناس العاديه ما بتعملش كده. عارف انت الاستغراب ده
اللي هو انتوا ازاي كلكم بتعملوا كده عادي وانا يعني عارف انت مثلا كان اصعب حاجه اعملها في حياتي ان انا اقعد على الكتاب اذاكر. جزء منه يعتبر مش كل الناس كده. مش كل الناس كده، اكتشفت ان مش كل الناس كده. اوكي. ان في ناس فعلا بيكون عندها الصبر والبيشنس وطولة النفس ان هو هقعد اخلص التاسك دي واذاكر وبتاع ده. طبعا في ناس بتقول ان دي علوية، وده صحيح، يعني العلوية عادي، وممكن العلوية يطلع ليها اسم تاني ADHD. انت عارف ان كل حاجه اسمها بالعربي بيبقى قبيح يعني. هو فاهم يعني اكتئاب، عارف عندي ديبريشن لا انت اكتئاب الاسم اصلا يخوف. جايه من اكتساب، انتكاس، اسم كده وقعه على الودان كده مش مريح. مثلا انا مثلا اوكي غير المذاكره مثلا. انا دلوقتي نسيت انا كنت بقول ايه اصلا يعني. اخر شورت تيرم ميموري في الضياع الاليم. في الضياع الاليم يعني. انا مثلا ممكن افتكر انت اكلت ايه، شربت ايه، عملت ايه، انسى اسمك. ده اللي بيحصل. افتكر حاجه بتفصيله معينه انا مش عايز افتكرها، فاهم؟ اللي هو في تفاصيل معينه كده في دماغي بتوصل لنا. انا ليه عارف المعلومه دي؟ يعني ما تعرفش عني اي حاجه، ما تعرفش غير ان انا اقرا مثلا فطاط اقرا مثلا، او مثلا اعرف مثلا ان احنا اتقابلنا في يوم كذا الساعه كذا وعملنا كذا، بس انسى اسمك. اوكي فاهم يعني. انا عارف تفاصيل كتير عنك، فانت disorganized يعني unorganized سوري. وانا اشهد لك بالموضوع. انا unorganization ليفل 1000. انا اشهد لك محمود، انت عندك حزام اسود في العدم في الاورجنايزيشن. في الاورجنايزيشن تلاقي كل حاجه متبعتره. انت ايه تريبل دي اتش دي 4K برو ماكس. اوكي. فلا يعني لو هنتكلم عن الموضوع ده محتاج حلقه لوحده نتكلم. طبعا الناس لو حبت الموضوع ده احنا ممكن ندي بانك البرسبكتيف من نظره واحد عنده ADHD وبرضه واحد تاني بيحاول يفهم ممكن يكون عنده ADHD. انا قريت في الموضوع ده سيكا، لقيت انه لو انت حاسس انه السيمبتومز دي عندك، في حلول اوكي غير دوائيه. طبعا لازم تستشير دكتور. رقم 1 ما تقعدش كتير على السوشيال ميديا، اوكي، لان هو الفيد ديزايند ان هو يجيب لك ADHD. اوكي. فهو التيك توك او الانستجرام اللي هي السوايب اب موشن ده بتعمل حاجه في المخ بتخليك كومبليتلي منعزل من العالم اللي حواليك ومتوحد مع التليفون. لو انت عندك ADHD على الاقل بلاش الصبح وانت شغال تلعب في الموبايل. اوكي. ده رقم 1. رقم 2 ADHD شورت تيرم ميموري، حلها كالندر، ورقه وقلم حواليك دايما، او على الموبايل دلوقتي سيري تقول له اي حاجه، حتى على موبايلات السامسونج جوجل بيكسبي سات ريمايندر سات ان الارم. ما تعتمدش على ذاكرتك. ثالث حاجه كانت الاعتماد على الذاكره. حاول دايما تبقى بيئتك مترتبه، يعني دايما عند ADHD disorganization ده مشكله، فبتتوه الدنيا اكتر، لان انت عندك المنتال ايمجز بيبقى فيها disruption في ADHD، انت ما بتتصورش الحاجات صح. فلما يعني لما تبقى الدنيا حواليك برضو disorganized مخك بيبقى disorganized. فتاكد ان انت دايما مرتب حاجتك او عندك ادراج لكل حاجه، بحيث انه على الاقل الديسكتوب اللي انت بتشتغل عليه ما يكونش عليه اي حاجه. تعرف ان commonly known ان الولاد هم الاكثر عرضه للADHD، وبيتشخصوا غلط لان هم بيقولوا ان الولد شقي بقى ومش عارف ايه. انا متاكد ان احمد سعد عنده ADHD. موضوع الADHD بيفرق في حاجه يعني. دي البيك ADHD تقدر تحددها من ايه؟ تلاقي شخص مثلا شغفه عالي جدا بخصوص حاجه معينه، اديله فتره تلاقي ان هو انطفى، زهق، رماها، شغفه راح لحاجه تانية. انت مش هتلاقيه دايما مكمل نفس الشغف. يعني هي لو الشارت دي حاول ابينها، بيبقى في حاجه اسمها اكتيفيتي مثلا البرين اللي هو خلاص انا هنا هاي بيك ليفل، انا عايز اعمل دي وعايز اخلص دي، عايز انجز. لان هو بتيجي بيرستس او بتيجي فترات معينه هي بتبقى هاي بيك ولو بيك يعني. طبعا احنا اخذنا الموضوع ده كمل خدنا الموضوع جد شويه. مش مشكله، ما احنا قلنا ديزرت في الاول وسفينا على احمد سعد. نتكلم بقى في حاجات سيريس شويه يعني، حاجات تفيدك يعني، حاجات تفيدك. فالموضوع الحلقه دي اتمنى انه الناس كتير اللي هو ولادك او بناتك، حتى في بنات عادي بيبقى على فكره ممكن تبقى ادلت عندك ADHD. انا النهارده يا جماعه وانا بقرا السيمبتومز، انا كنت كل في دماغي يعني خلاني احجز ميعاد مع الدكتور، لان انا اللي هو كل في دماغي انه ده الطبيعي يعني. هو مين بيعرف يقعد يذاكر؟ انا مثلا في ثانوي ما كنتش بعرف اقعد، فكنت بذاكر بتمشى. فكانت العيال كلها تخس تتخن في ثانوي، انا خسيت. كنت بعمل لابس حوالين السفره وعادي. ومثلا عندي موضوع الرجل اللي بتهز ده دايما. ما اعرفش. خلينا نشوف الحلقه الجايه نقول لكم اذا انا كان عندي ADHD ولا لا. هو ايه الفرق بين ADD والADHD؟ اولا لاي حد اتشخص متاخر او اتشخص بالADHD، احب اقول له انه حتى لو اقول لك دي الحلقه الجايه يعني، ان انت توصل لمرحله ان انت انسان ناجح
من غير يعني، وخدت القرارات الصعبه ان انت توصل لمرحله ان انت ناجح وثابت من غير ما تعرف ان انت عندك ADHD، فانت لست مقاتل فقط، انت مقاتل بارع جدا جدا جدا. اكيد عندي ADHD يا اخويا، اكيد عندي ADHD يا اخويا. بجد فكر فيها ان انت مريت بصعوبات. احصائيا دي اخر معلومه هنختم بيها. الناس العاديه برين ليفل اكتيفيتي بتاعهم بيبدا عند الزيرو. ال ADHD بيبدا من -30. فلو افترض ان الانسان العادي هنا، الانسان العادي عشان ينجح مثلا في حياته محتاج يوصل ل50 مثلا، ليفل 50 40. ال ADHD بيوصل من 30 للزيرو، بعدين من الزيرو لل40، فانت بيبقى بالنسبه لك اصعب. ولذلك برضو ناس كتير عندهم الكرييتيف بيرست دي. ناس كتير كرييتيف بيكون عندهم ADHD، وبتلاقي ان هي سيمبتومز موجوده حتى عند اينشتاين او كده. بص احنا اتكلمنا في ADHD والADD، بس هو قدام الناس ما جيش اطلب منك حاجه وتقول لي ADHD اصلا ماليش فيه. قشطه، شاهدني قدام الناس. شاهدتك قدام الناس. اوكي، عندك خبر تاني؟ عندي اخبار كتير. انا جاي النهارده متحمس يعني. كنسلوا الحمد لله بيت السعد. خبر اوفيشال ده انا حلمت بيه امبارح، وان شاء الله بكره. لا والله. لا جالك حلم انه بيت السعد اتكنسل؟ جالي الحلم دلوقتي وانا بتكلم يعني. اوكي. شهر اكتوبر للكوميك فانز والناس دي هيبقى شهر حلو. فيلم فينوم ذا لاست دانس هينزل، بتاع بطولة توم هاردي. في العاب كتير نازله حلوه، خصوصا فينوم ان هو هيختم رحله فينوم اللي هي كانت على 3 أجزاء، وطلع شويه في سبايدر مان وكده. فطبعا انت مش فاهم. انت بالنسبه لي دلوقتي بتتكلم صيني. فينوم ده انا في ماركه جلافزات UFC، انا ده اللي اعرفه. ايه فينوم ده؟ فينوم ده اللي هو سبايدر مان الاسود. سبايدر مان الاسمراني. الاسود عيب يعني، ما يصحش. الاسمراني اللي هو بيجي سمبيوت ده جنب السمبلوين. عسل والله. فقرة نكت والله. شفت يجي يا حلوة الصراحة. يعني فينوم اللي ما يعرفش، اللي ما شافش سبايدر مان في حياته اكيد شاف فينوم. ادوني في 10 ثواني. مين فينوم ده؟ فينوم ده ده اللي كان بيطلع في سبايدر مان بيعمل بلسانه كده صح؟ عرفته فخلاص. بس هو ده كان ليه فيلم بقى لوحده؟ ده ليه افلام لوحده. لا والله. توم هاردي اي نعم، هو هي سبوست تو بي ذا فيلن، بس المره دي احنا بنشوف البرسبكتيف بتاعه كانتي هيرو. بتشوف زي جوكر. زي الجوكر. والجوكر 2 برضه هو اللي هينزل في اكتوبر. جوكر 2 نزل؟ لا الجوكر 2 لسه اللي هو بتاع ليدي جاجا. بس النقاد قالوا انه وحش ومش عارف ايه ده. النقاد شافوه عرض النقاد بيشوفوه بتاع ده، بس هو لا والله لسه ما نزلش. انا فاكره نزل. لسه ما نزلش. انا مستني ليدي جاجا بفارغ الصبر. الفيلم هيكون موسيقي غنائي، ميوزيكال. لا والله. وبس برضه بيتكلم عن منتال إلنس، لان الجوكر الاسم بتاعه انا مش عارف، بس هحطه هنا. دو فلو اللي هو ده مرض نفسي. مرض نفسي ده بتاع هو اللي بيضحك لا اراديا. لا مش بيضحك لا اراديا. علي اصلا عنده المرض ده عادي. حبيبي علي. المرض النفسي اللي هو جوكر 2. المرض النفسي ده اللي هو انت مثلا بتحب حد، والحد ده مثلا عنده اكتئاب، فانت يجي لك اكتئاب عشان هو عنده اكتئاب، مش عشان انت عندك اكتئاب. معدي الاكتئاب معدي. لا مش الاكتئاب معدي، دي الحاله النفسيه، ان انت يجي لك مرض نفسي عشان اللي بتحبه جاله نفس المرض النفسي. ده قاصد ولا مش قاصد؟ مش قاصد. يعني اصلا انت ما بتروحش لحد مثلا، ما بتروحش. انا قلت هو معدي يعني زي البرد يعني. صباح الفل انت جالك اكتئاب، انا بحب محمود فجالي اكتئاب زيه، قشطه يعني. ودي فكره برضو كويس انك فكرتني بيها. عدى عليا فيديو بيقول ان انت ما تحاولش تنقذ الناس اللي بتغرق. مش بتغرق قصدي ان هي بتدراون، لا انت لو شفت حد بتغرق هات حد ينقذه وانت بتروحش انت. لو انت في البحر يعني خلص الساحل، موسم الساحل خلص، بس لو انت في البحر كلم المنقذ، بس ما تنقذش حد بيغرق في حياته. اوكي. مثلا واحد مكتئب، واحد كذا، انت ما تحاولش تنقذه. انت حاول تساعده. لو انت شفت حد بيغرق يعني انقذه، اكيد لازم تنقذه يعني. وتدعي ربنا انه ينقذه. لكن نفسيا حلو تدعي ربنا انه ينقذه، ما تروحش جنبه من بعيد كانه عنده كورونا او جدري القرود، تدعي له والنبي يا رب انقذه، مالكش دعوه بيه. اوكي. يعني في ممكن يغرقك معاه. ده اللي حصل في جوكر وفي جوكر 2 بينه وبين ليدي جاجا. هي اعجبت بيه يعني. هارلي كوين اللي ليدي جاجا دايما هي كانت خد عمك على قد عمره يعني. دلوقتي انا ما اعرفش مين هارلي كوين ده. هارلي كوين. اوكي. هارلي كوين. اوكي. فالقصه الحب الازليه ما بينهم ان هما الاثنين، هي كانت الدكتوره المعالجه بتاعته. فيري سكسي. فهي بدات تحبه يعني،
وهي بدات تحب ان هو مجنون وكده وان هو مش فارقه معاه بعشق جنونك حتى هو راح نط لا حتى لو بحبك حتى دي عندها اي ويل فيكس هيم ايوه الفيكس ما هي دكتوره بقى دي امال لو دي مش هتفيكس مين اللي هيفيكس يعني. فهي قصه حب كده. هارلي كوين كانت قبلها برضو مارجو روبي. اوكي هرشت سوسايد سكواد الفيلم الذي اعجب الملايين والحمد لله محدش شافه يعني. الفيلم كان بشع، الفيلم كان وحش جدا. فما علينا. فالمورال اوف ذا ستوري بتاع جوكر 2 انه لا بيوير اوف كريزي بيبل. هو بيوير اوف كريزي بيبل، لان انت الحاله النفسيه دي لو جات لك يعني صف تخرج منها حتى لو انت دكتور نفسي. فهي هنا ذا ايروني. بس غالبا في الفيلم ده هم مغيرين القصه شويه بحيث ان هي تبان ان هي مريضه اصلا وهو بينكشها فبتفتكر المرض. فلا يعني فاحنا هنشوف الفيلم ده وان شاء الله يبقى ميوزيكال. يعني جايبين ليدي جاجا مش هتغني، هتعمل ايه؟ طيب هترقص لهم. هتحب الجوكر وتعالجه نفسيا بقى. بس الجوكر 1 كان فيلم اسطوري، كان فيلم كسر. انا خايف من حته ان هو يبقى ميوزيكال، لانه جوكر 1 كان سيريس قوي، فانا خايف ان هو بقى يبقى تهريج بقى وجو ماما ميا never let you go فاهم؟ انا فاهم بس هو غالبا حتى جاي الحاجات الميوزيكال انا فاهم هو اللي هو طفولي شويه. لكن لا انا شايف ان هو يبقى سيريس. انا ما شفتش الفيلم ده، مش هشوفه الحمد لله، لان ما بحبش الافلام دي. افلام ميوزيكال ما بتنزلش من زور غير الحاجه الوحيده الميوزيكال اللي شفتها كان نسر السين اعظم مسلسل يوتيوبي في التاريخ. لو سمحت ميوزيكال ده ميوزيكال ما قاعد يغني راب. هو الراب ده ايه؟ مش ميوزك ولا ايه؟ احنا نهزر. في فيلم كان لهيو جاكمان، هو ميوزيكال برضه بس كان ليز ميزرابلز. ليه ميزرابل يا جاهل؟ اسمه ايه؟ ليه ميزرابل يعني ايه ميزرابل؟ يعني البؤساء. انا عارف ان دي روايه مشهوره جدا. اوكي يا جاهل. كان مع ان هاثوي. لا في واحد اسمها ذا شومان. ذا ترومان شو. لا ذا شومان. ذا ترومان شو ده عمك جيم كيري. ذا شومان اللي هو كان بيمسك العصايه وبيعمل كده. ايوه ما يعرفوش بالظبط. استاذ محمود بالزاوي النهارده متألق. اوكي في ايه تاني افلام؟ لا يعني الافلام لو هتنزل، لا في حاجات غير حاجات هتنزل على نتفليكس، غير حاجات هتنزل على الشاهد والحاجات. اتفرجت على سبيشلز قريب؟ سبيشلز كنت اتفرج على تايلر توملينغستون. جماعه لو سمحتوا اقفلوا ده دلوقتي اللي تتفرجوا عليه وروحوا اتفرجوا على تايلر توملينسون. 3 سبيشلز اختراع. في اللي هو كوارتر لايف كرايسيس اول واحد، ده اللي انا كنت بتفرج عليه. بعدين تاني واحد انا مش فاكر اسمه. تالت واحد هافيتول. 3 احلى من بعض. تتفرجوا كانوا بتتفرجوا على سيكوال بتكمل القصه من الاول للتاني للتالت. حاجه اعجازيه. ايه رايك في تايلر توملينسون؟ حاجه الصراحه سو فار سو جود يعني بالنسبه للانثى. يعني بالنسبه للانثى انت مش شايف الناس بيضحكوا ولا ايه يا محمود؟ الصراحه لا مفيش. الست الوحيده اللي ضحكتني كانت تيتا لما قالت لي انت اجمل واحد شفته في حياتي يعني. وهي تيتا كان عندها ضمور في شبكيه العين فما كانتش عارفه تجيبك كلك. والله الواد المكعبر ده انت حلو يالا انت حلو يجي منك. سو فار سو جود عجبك؟ سو فار سو جود عجبني جدا. حلو وبس برضو مش ثقافتنا فاهم يعني. برضو خلينا برضو في اللي هي الحتت النكت الدينيه نكت الجنسيه قشطه. بس انت بتتفرج يعني بتادماير يعني بتتفرج على الدوري الاوروبي ما مش ثقافتنا. بس كورتنا لعبنا محمد صلاح ابننا. لا بس برضو يعني قشطه تقدر تتفرج على فن من بلد تاني وتادماير. مش لازم انت تروح تقلده او لازم يبقى شبهك. بتحكي قصتها الست عندها نكت. اوكي يعني انا نفسي نتفليكس يكون في فيتشر انه ينزل لك الحاجه بي جي. يعني الاي اي والبتاع ده يعني مثلا يطلع لك سبيشال زي ده من غير شتايم، او يطلع لك مثلا فيلم من غير عري، تبقى انت تختار البي جي اوبشن ويقوم هو شايل السينز دي كلها اوتوماتيك. هيحل حاجات كتير جدا. يعني هم اكيد يقدروا يعملوها اكيد. طب هم حطوا المشاهد دي ليه بقى؟ العكس بقى ده ما هو بيجري ريقك بقى يا اسطى. بيجري ريقك. انا صراحه النكت اللي هي قالتها اللي هي خارجه يعني قشطه بيس اي كان جو ثرو ذم. بس طريقتها في التمثيل انا اول مره اشوف واحده كوميديان راجل او ست بيقدر يعمل مشاهد اكتنج لايف. خدت بالك من التعبير والشهر ان كل شخصيه ديستنكت. خدت بالي من الحوار ده فظيعه. فانا كنت بتفرج على السبيشال ده. اكتر نكته فاكرها انه لما قالت
لا ما النكته ما ينفعش تتقال. ما طبعا ما انت مخك لا النظيف لا مش بياخد غير الحاجات النظيفه. لا اكتر نكته قالتها عجبتني لما قالت مين هنا انتروفيرت، فالناس قالوا ياي، قالت لهم انتوا كدابين، مفيش حد انتروفيرت بيعمل عبط. انتروفيرت بيرفع ايده. فانا قررت الحفله اللي جايه هعمل نفس النكته دي واشوف بقى مين هترجم. كوبي كات هي. طيب اخش لك انا دلوقتي. انت قلت لي خبر اديك انا. طبعا الاسبوع ده شهد المناظره الاولى ما بين دونالدو ترامبو اند كامله ابو ذكري المخرجه العظيمه الفنانه. فده خلاني اعمل حاجه، خلاني اطلع دوكيومنتري عن دونالد ترامب على نتفليكس. بقول لك ايه، الراجل ده حاجه ظاهره لازم تتذاكر. الراجل ده اولا ابوه كان مقاول كبير قوي، اوكي، فهو دخل كان على خط ابوه، وابوه خلاص بقى كان ابتدى يتقاعد، فهو ابوه مربيه من الصغر في البيزنس. طبعا هو عنده اخوات تانيين رجاله، هو الوحيد اللي كمل منهم. يعني ابوه كان شديد لدرجه انه واحد فيهم ادمن الكحول والتاني انتحر. يعني حاجه، بصوا حاجه ضياع. دونالد ترامب الوحيد اللي كانت شخصيته صلبه كفايه انه يستحمل ابوه، والطريقه اللي هو بيتكلم بيها دي جابها من امه بتتكلم بنفس الطريقه اللي هو بيتكلم كده. وعلى فكره ما كانتش موجوده معاه في الاول، يعني طريقه الكلام دي لما كبر كان في الاول تشوفه بيتكلم عادي جدا عادي جدا، ما بيمدش في الكلام، ما بيتكلمش سوري انجليزي. خدها على كبر يعني. خدها على كبر. بدا اول حاجه بس هو لما في الحته بقى اللي هو كبر وابتدى يخش ال30 كان عايز ان هو يفرد جناحاته بعيده عن ابوه، لان هو عنده عقده من هو صغير من ابوه، هو عايز يبقى احسن من ابوه. فراح نيويورك وقتها كانت بتعاني من ازمه اقتصاديه طاحنه، وكان في اوتيل اكبر اوتيل في المدينه هيقفل. فهو قال لهم مالكمش دعوه، انا هاخده هطوره لحسابي وهاخده اديره، مالكمش دعوه انتوا ادوني بس قدام كده هتعملوا لي اعفاء ضريبي. الاعفاء الضريبي ده بكام يا عم دونالد؟ 140 مليون دولار. اعفاء ضريبي ده كأني اديتك كشف اليمك. الباشا دخل الناس في الاوتيل، خلاه اجمد اوتيل في ده امريكا. الاوتيل اللي طلع فيه هومالون. لا بتهيألي هو هومالون. هو الاوتيل بتاع هومالون. هو الاوتيل بتاع هومالون. بص الاوتيل بقى اوتيل بتحكي وتتحكى عليه امريكا كلها. 5 سنين كان العمده بتاع الجفرنر بتاع نيويورك اتغير وجي جفرنر جديد. الجفرنر الجديد عنده ميول اللي هو ايه، سوشيالست، انه لازم الضريبه علشان نحمي المواطن مش نحمي المواطن، فدخل في تصادم مع دونالد ترامب. وهنا يا جماعه بدأ طموح دونالد ترامب السياسي. دونالد ترامب في اللحظه دي في الدوكيومنتري، هو الراجل اللي بيروي الدوكيومنتري ما بيقولش كده، بس تحس ان هو شاف لاول مره قوه النفوذ فوق الفلوس، ان ازاي الكارنيه دايما بيغلب الجنيه عندهم. اوكي، دخل بقى في الحته دي، ابتدى يشوف موازنات القوه عامله ازاي، وهو مش عارف يجبر حاكم نيويورك انه يعمل له اي حاجه. ف بروجكت تاني اللي هو ترامب تاور، قال لهم انا هبني ترامب تاور ده كله على حسابي وهدفع لكم ثمن الارض، بس عايز اعفاء ضريبي. دخل في حرب طاحنه مع حاكم نيويورك لحد ما هو كسبها. ترامب اللي كسب. الراجل ده متعود على المكسب من اول يوم. بيقول لك كل اللي يعرفوه، يعني كانوا عاملين في الدوكيومنتري ده زي انترفيو مع اصحابه، فكل اصحابه اجمعوا على نقطه واحده. يعني في ناس كانت بتحبه وفي ناس كانت بتكرهه، بس كلهم اجمعوا على نقطه واحده، ان ترامب لا يؤمن بالتعادل او الوين وين. بيقول لك الحياه يا غالب يا مغلوب، يا اكل يا ماكول، يا صافع يا مصفوع، انت واحد فيهم. فهو قرر ان هو يختار ان هو يكون الصافع دايما. فاي حد بيروح عليه بمطوه هو بيطلع عليه مدفع رشاش على طول. ده انت ممكن تبقى رايح عليه بقلم، عايز تديله قلم، يقوم مطلع لك مدفع رشاش ومخلص عليك. ده مبدا دونالد ترامب. لسه جاي اقول له السلام عليكم وقام رايح مسكني ضاربني. الفتره الاولانيه دي بقى في حياته اتجوز واحده، بص طلع في الدوكيومنتري انا افتكرتها ميلانيا، اختها توأم هي. اوكي، دي اول مراته اللي خلف منها ايفانكا اللي انت بتحبها يا مزه. قلب اخوك من جوه. جوزها وخلف منها 4 عيال، منهم ايفانكا. ايفانا دي بقى اللي هي مراته الاولانيه كانت بيزنس وومن، معناها كانت موديل، ولا ليها في البيزنس ولا ليها في اي حاجه. نقلته نقله تانية، خلته من مجرد مطور عقاري لحد اكبر مقاول في امريكا بيدير اوتيلات. خلته يعمل اكسبانشن ويفتح كازينو قمار، وفتح كازينو قمار تاني، وهي كانت بتدير الاثنين. حاجه بص، ست معجزه.
خلال الفتره دي بقى كلها لحد مثلا سنه 99 ابتدى يخش، لان هو كان طموحه برضه ملوش حدود، فكان عمال بيستلف من البنوك يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال. فعلى حدود 99 ابتدى يمر في ضائقه ماديه، وبرضه الطموح السياسي ما سابوش. اوكي، واحد مصارع في الدبليو دبليو اف وقتها كسب انتخابات مينيسوتا وبقى الحاكم بتاع مينيسوتا. ده مين؟ مش مشهور، مش مصارع مشهور. والمصارع ده اترشح مستقل من غير بزنس، من غير حزب. فدونالد ترامب اعجب جدا بالتجربه دي، قال لك طب ما هو ممكن اهو، والراجل كسب، طب ما انا ممكن انا كمان اكسب زيه. فراح سافر له، قطع له من نيويورك لمينيسوتا طياره تقريبا 7-8 ساعات، وقعد معاه يوم كامل ورجع. بيقول لك الراجل مدير الحمله بتاعت حاكم مينيسوتا كتب في دفاتر هو عمل ايه. دفاتر نشوف الراجل بيخطط من امتى ان هو يبقى رئيس امريكا. من 99. من امتى؟ من قبل 99 كمان. ده 99 ده اول اكشن ياخده. لكن هو الطموح السياسي ما سابوش من غير من ساعه، يعني نقدر نقول الطموح السياسي جاله من ساعه ما الجفرنر بتاع نيويورك اتغير. من ساعه ما الجفرنر بتاع نيويورك زنق عليه. باشا انا حاولت العب كوره لمده شهرين في ثانوي، لقيت نفسي ما بعرفش، بطلت. دونالد بص بيرتب من امتى. انت فاهم اللونج تيرم بلاننج عنده عامل ازاي؟ ده اكيد ما عندوش ADHD. ده بص، ده مش تركيز، ده حاجه تانية. في سنه 99 بقى لما ابتدت تتكلب عليه القضايا من الديانه كلها، بقى تكلبوا عليه وعايزين طبعا هو بنى دونالد ترامب تاور. ده ترامب تاور ده تقريبا مبني ببلاش، لان هو ما دفعش فلوسه اعلن اشهر افلاسه من شركتين من هو كان يملكهم، ونصب على العيال دي ما ادهمش الفلوس بتاعته، اللي هو بقى الراجل بتاع الاوروميتال، الراجل بتاع المطابخ، الراجل بتاع التكييف. عارف انت لو حد بيشطب شقه بس على ميزانبورg على اكبر على اكبر. في 99 اشهر افلاسه من شركتين، فلقى نفسه ان هو في مأزق ملوش مخرج. المحامي بتاعه بقى هو محامي لاكبر عصابات المافيا في امريكا، شار عليه شورى هي دي اللي قالته في حته تانية. قالته الراجل قال له انت تعمل شركه باسمك انت، وانت البراند، تبقى انت ترامب، انت البراند، وتطرح اسهمها. وعمل كده، جاله 3 مليار دولار في شهرين. الناس استثمرت في دونالد ترامب كاسم بعد ما اشهر افلاسه. تخيل ده ايه الجبروت ده. بص uncancelable، لا يقهر، invincible. يا ساتر، فورمة رونالدو القاهرة. ده الظاهرة. تخيل بعد ما بأشهر انا مش فاهم، بعد ما اشهر افلاسه من شركتين. يعني هو كان مقسم كل حاجة من الانتيتيز دي في اكتر من حاجة، يعني كل واحدة فيهم ليهم فرضا رخصتها التجارية مختلفة. فهو مثلا الحاجة بتاعت القمار اشهر افلاسها، الاوتيل باعه، فخلاص ما فضلوش حاجة. فقال له اعمل كده ونزل الاسهم في السوق. الاسهم بتبيع ماركة دونالد ترامب، انت بتشتري في ترامب. وترامب مهما هيعمل انت هترجع لك الاسهم دي بعدين. بالظبط. دخل الالفينات، طبعا الراجل لما بتكتر فلوسه وبتكتر نفوذه بتكتر حريمه، لا مؤاخذة. لما كترت حريمه عمل ايه؟ ابتدى يخون ايفانا دمها حر، فكرة تسكت له. الست دي هي بطلة القصة، شرشحت اللي جابوه. عملت فيه ايه؟ شرشحت، طلعت مع باربرا والترز، وهي في وقتها دي في امريكا عامله زي منى الشاذلي دلوقتي، صاحبه السعاده بتاعتهم. باربرا والترز طلعت وقالت صباح الخير يا امريكا. صباح الخير يا امريكا. ده الراجل ده الراجل ده مش راجل. على السكه وعلى الدغري، على السكه ده كان بياخد ذهبي ويبيعه، وانا اللي كنت مشغله لحاله وماله، وجاي يجيب لي واحده دلوقتي تقاسمني فيه. هو اكيد ما عندهاش الضره، شلحته تمام لايف سكه ودغري. هو كان مهتم بنظره الناس ليه لدرجه انه لما كانت صحف بتتصل بمكتبه عشان تاخد منه كومنت، لانه ابتدوا يكتبوا في الصحف، عمل نفسه مثل ان هو البي ار ايجنت بتاعه، وكان بيكلمهم على انه هو البي ار ايجنت. تخيل، يقول لهم استاذ دونالد مش فاضي دلوقتي، بس هو بيبلغكم ان هو علاقته مع ايفانا على ما يرام وانتهت بشكل متحضر، وان هو دلوقتي هي موفد اون مع الموديل فلانه الفلانيه. والله العظيم تخيل، يعني هو بيتكلم من ثيرد بيرسون برسبكتيف على نفسه. والناس مش واخده بالها، وفضل خداعهم 2-3 لحد ما في صحفيه كانت بتشتغل عنده كلمها من نفس رقم التليفون اكتشفته. مين مويل اتعرف على واحده، يعني هي ليه ايفانا سابته؟ عشان بيخونها مع مين؟ مع واحده
موديل برضو امريكانيه، خلف منها عيل. الوحيده اللي قدرت تكلبش فيه وتخليه متجوزها اطول فتره ممكنه ميلانيا ترامب. رجعت له تاني؟ لا ميلانيا غير دي غير إيفانا. غير ايفانا. ميلانيا قلت لك ايفانا وميلانيا دول كانوا اخوات توأم. دخل اواخر الالفينات، موضوع السياسه لسه بيلعبه. هو الراجل ده انجز كل حاجه في حياته، ما عادش فاضل غير اهم منصب في العالم وهو رئيس امريكا. جاب فلوس، ستات جاب، عربيات جاب، بيوت جاب، افلام ممثل فيها. ذا ابرنتس اشهر برنامج يمكن في تاريخ امريكا في الفتره اللي هو طلع فيها. 2000 اول انتخابات كان المفروض يخشها كانت 2012. وقتها ابتدى يناوش بقى، يشوف انا ايه هخش للناس دي منين، انهي داخله. فلعب كانت الفتره الثانيه لاوباما او الفتره الاولانيه لاوباما، فطلع وقال ان اوباما مش مولود في امريكا وان هو اصلا مش المفروض ان هو يترشح رئيس. لعب اللعبه دي عليه. اوباما فضل شايلها له لحد ما جه وقت الكورسبوندنس دينر، بيكون فيه كده زي عشاء لكل الصحفيين بيروحوا بيتريقوا على الرئيس. انا فاكر ان حسن من زي طقس زي طقس عندهم. وفي الاخر الرئيس بيطلع يتكلم يعني مش بيتريق برضه، بيكون كوميديك يعني، بيبين هو روحه رياضيه. طلع اوباما ما اتكلمش مع اي حد، ومسك دونالد ترامب عمل عليه 5 دقايق زي ما الكتاب بيقول ديف شابيل. اوكي. وفي هذا اليوم قرر دونالد ترامب، طب انا هوريكم بقى. هو قال لك يا غالب يا مغلوب، انا هترشح في الرئاسه. عارف انت مثلا موضوع ماجا ده، ميك امريكا جريت اجين، ده جابه منين؟ من رونالد ريجن. رونالد ريجن كان عنده نفس الشعار ده في الحمله الانتخابيه بتاعته. هو خده زي ما هو حطه عنده. والناس بقى نوستالجيك، الجيل القديم ده. وبعدين هم الناس كانت خارجه من اوباما يعني ما كانش احلى، كان سياسي قوي، والناس كانت زهقت من السياسيين، الناس كانت عايزه حاجه جديده. دونالد فضل يراقب المرشحين بيتكلموا ازاي مع بعض، وراح قلب عليهم الترابيزه. دخل بابا المجال فتح عليهم الرشاش وخلص. ولذلك لن يدعوه يكون رئيس امريكا القادم. الاستاذه كاميلا ابو زكري هي اللي هتكون رئيسة امريكا القادم. ايه رايك في القصه دي يا حوده؟ صح، قصه صعود ترامب. يعني انت لما تبص عليها، سيبك بقى من ان انت بتحب الراجل بتكره الراجل وكده. ده كان رئيس دوله في يوم من الايام، يعني رئيس دوله مذهله، ورئيس دوله امريكا يعني. امريكا اللي احنا حلم حياتنا نروح يعني نعدي من جنب السفاره، بس نعدي من جنب السفاره. فلا قصه صعود بقى اللي هو لا، طالما خد البرسبكتيف بتاعنا يا غالب يا مغلوب، فهبقى غالب ريجاردلس بقى، فاهم؟ وهو يعني ميلانيا ايفانا بتاع انا مش فارق معايا، انا عم المجال كله، واللي هلمحه همرجحه. الله، ده فعلا شعار ترامب. انا رايي يتبنى هذا الشعار في حملته الانتخابيه الجديده. اللي هلمحه همرجحه. عجبتني فشخره دي، هحطها على التيشيرت. انا نفسي احطها على التيشيرت انا كمان. اللي هلمحه همرجحه. فلا لا صح. انا يعني معلومات جديده اول مره اعرفها. وانا كان اخر معلوماتي عن ترامب ان هو طلع في هوم الون، وانا اتفرجت عليه وانا صغير وانا قلت مين الراجل الايتم ده يعني. تخيل الراجل الايتم ده كبر وبقى رئيس جمهوريه يعني، وانا كبرت وبقيت برضه. بقول الراجل ذكائه ان الناس مش مديه حجمه يعني. هو يلف 4-5 من كامل هاريس دول يحطهم تحت باطه ومؤاخذه يعني، مفيش. بس هم خلاص هم مقررين ان هو مش هيجي رئيس. بس هو غالبا هو اللي يكسب. لا مفيش يا باشا، مفيش الكلام ده. هم مش هيخلوا حد يمسكهم من رقبتهم تاني، خلصت. ما هم حاولوا يقتلوه وهو فهم اللعبه وهدى الدور. انت مش ملاحظ ان صوته خفت اليومين دول، ما بيتكلمش كتير؟ لا ده افتكرت ده عنده دور برد ولا حاجه. لا هو من بعد هو بيلعب باشا يعني. رخص يا ايه وانا معدي من الكمين كان زمان مقطع رخص وهو داخل الكمين. دلوقتي خلاص. انا وانا بتفرج على اخبار المناظره، اوكي، لقيت خبر فشخني ضحك. إيه؟ على نفس الويب سايت. قبل ما يعني كده دايما لما يحبوا هم يخبطوا فيه قبل ما يخش يترشح، تبدا بقى تنتشر اخبار الجواسيس الروسيين وجواسيس الصينيين، عشان هو ميوله ناحيتهم اكتر، وعمليات الاستخبارات دي وكده. يقول لك هو اموالي اللي مش عارف ايه. في خبر عن ان هم مسكوا جاسوسه صينيه في حكومه نيويورك. انا قلت هتبقى شقره صينيه. صينيه وعدت عليهم كلهم 15 سنه، كل سنه بتروح تصيف في الصين. انا قريت الارتيكل 15 سنه كل سنه بتروح تصيف في الصين.
اكتشفوها من يومين ان هي جاسوسه. طب وهي شغاله في السفاره؟ لا شغاله في حكومه نيويورك. مش السفاره. لا بس الحمد لله يعني. لا ده لسه اصعب، في حكومه نيويورك في نيويورك. ازاي ما خدعتكمش طول الفتره دي؟ السلام عليكم براذر، هاو ار يو دوينج. لا وبعدين انتوا مش الوحيده اللي في الحكومه بيقول لك الحاجه بيقول لك ان هي منضبطه جدا، تيجي اون تايم وبتمشي اون تايم وبتسلم كل حاجاتها في الوقت، عشان كده هم ما شكوش فيها. انت عشان كده لازم تشكوا فيها، لان كل الامريكان كساله. دي الوحيده اللي كانت نشيطه وبتسلم البتاع ده. تعالي انت ايه، تخيل لو حصل عندنا الكلام ده والله يمسكوها من اول ساعه. انا جت حد عليا صينيه كده ولا ايه، هين هونج شينج شونج، عارف انت الكلام ده؟ عنصري. لا انا عنصري ضد الاسيويين وضد ناس كتير يعني. عندنا فقره كمان، عندنا الفقره الاخيره. اوكي. وهي محمود العاطفي. اوكي. عندنا بس حابب دلوقتي ارجع للذكريات كده. واقول ان الاغاني الرومانسيه تمثل لي زي ما بتمثل اغنيه بابا فين لدار الايتام. الله هذا تشبيه بليغ واستعاره مكنيه من كوكب اخر. الله اتفضل يا بيه. الله. حاسس ان الاغاني الرومانسيه كترت، وانا مش لاقي حد ابعت له الاغنيه يبعت لي الاغنيه، ابعت له قلب يبعت لي قلب، يقول لي ارنوبي يا كتكوتي يا دولفيني. نادين نجيم اثرت معاك في ايه؟ تخيل نفسك مكان احمد سعد. لا بعد الشر، انا مش ملزق للدرجه دي يعني، كميه الريحه اللي عليه البرفان. طيب فين المشكله عشان اعرف احلها لك؟ انا دلوقتي انا عايز اتجوز. عايز تتجوز؟ عايز اتجوز. طيب جماعه انا اقول لكم محمود عنده المشكله دي بقاله فتره. اي حد بيتفرج علينا وتجد في نفسها المواصفات الاتيه، انها انثى تتصل بينا ومحمود مستعد ان هو يتكلم مع والدك او والدتك او اي حد متبقي من اسرتك، رب الاسره والمسؤول وولي الامر، عشان احنا بنتكلم بما يرضي الله. وشكرا. بس لا يعني ليه في ستيجما دلوقتي حوالين، ليه في ناس كتير صغيره بتتجوز دلوقتي يعني؟ صغيره بتتجوز انا ما شفتهمش دول. انا عشان انت انا دلوقتي في دور الناس اللي بتخلف وبتطلق يعني، تسالني في دول اقول لك ده بيطلقوا ليه دلوقتي وبيخلفوا ليه اقول لك. فيعني بتوصل لمرحله ان ليه هتطلق. انا في المرحله دي من العمر. انت في ليه بيتجوزوا دلوقتي؟ انا ليه بيتجوزوا بس لا انا لقيت اللحقه. هو كل حاجه كومبيتيتيف النهارده يعني، اللي هو ليه في كومبيتيشن؟ صاحبي جاب عربيه ام جي، انا لازم اجيب عربيه جي اي سي. جابوا الصيني انا اجيب الالماني كده يعني. فهي بتبقى كومبيتيشن في المرحله دي من العمر. احنا برضه عايزين ننوه ان نظريات المقارنه وانك تقارن ما بينك وما بين حد دي حاجه غلط جدا يعني. انا بس بعملها عشان ده دور كوميدي. لكن ده لا يعني ان انا اللي بعمله ده صح. فيعني ايه، في رقم اتصال هنا، ده رقم تليفوني لو عايز تكلميني بعد الساعه 12 انا فاضي. انا اسامه منير حتى، وده برنامج مع كامل احترامي. البنت اللي بتطلع ورا عبد العاطي وبتضحك، محمود عنده كراش عليكي بس عايز يعرف انت مين. اوكي فلو سمحتي لو انت اتفرجتي this far which is very highly unlikely ان انت ممكن تقطع دي وتحطها شورت، لو سمحتي ابعت لنا انت مين، عرفي، اشربي معاكم كوبايه قهوه، هينوبك ثواب، واقسم بالله هينوبك ثواب. This was our time tonight. فرصه سعيده جدا. فرصه سعيده محمود. ثانيه. لا استغفر الله يا راجل، انت شايفني نادين نجيم ولا ايه؟ ماشي يا هود، that was great. يلا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.